السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا ألف مبروك للمنتخب المغربي المرور للدور الثاني. كما كتعرفوا ولينا كنعيشوا مع مراهقين في التشجيع ديال المنتخب المغربي، ولينا كنعيشوا مع مشجعين ديال الفرق ماشي ديال المنتخب المغربي، ولينا كنشوفوا مشجعين كيشجعوا بن عبيد، كيشجعوا حريمات، كيشجعوا بلكسوط، كيشجعوا شهاب، كيشجعوا انس باش المساوي، ما كيشجعوش المنتخب المغربي. ماشي همهم رقم واحد هو المنتخب المغربي. ولينا كنشوفوا جمهور وليد الركراكي يتمنى الخساره للمنتخب المغربي. علاش؟ ضد سكيتيوي. ولينا كنشوفوا الجمهور ديال طارق سكيتيوي كيتمنى الخساره لوليد الركراكي. علاش؟ ضد وليد الركراكي لانهم كيشجعوا طارق سكيتيوي. ولينا كنعيشوا مع جماهير متشبعه او متعصبه للفريق ديالها، وهذا للاسف الضحيه ديالو هما المنتخبات المغربيه. ولينا كنشوفوا انه حاليا انا ما كنتش كنتمنى انه يشد المنتخبات المغربيه شي مدرب اجنبي، حيت في وقت المدربين الاجانب عمرنا ما شفنا اولترات ديال الفرق كيخرجوا يهاجموا المدرب حيت ما عيطولهمش البن عبيد، حيت ما لعبوش بن عبيد، او ما لعبوش شهاب، او حفر بن تايك، او حفر هذا او هذا. ولينا كنشوفوا جماهير فرق ولاعبين. المنتخب المغربي غادي يكون هو الضحيه ديال هذا الشيء، لانه ما غاديش يبقى عنده مشجعين ديالو. يعني اي مدرب، خصوصا المدرب المغربي، غادي يشد المنتخب غادي يكون عليه الضغط باش تجيب لاعب من الفريق الفلاني، وهذا الشيء عيب، وهذا الشيء عيب. الان يتم الهجوم على طارق سكيتيوي حبا في وليد الركراكي باش ما يديرش شي انجاز مع المنتخب العربي. ومع العلم اللاعبين اللي عند طارق سكيتيوي راكم كلكم شفتوا الاداء ديالهم، ماشي هما اللاعبين اللي لعب بهم الاولمبياد كان عنده حكيمي، كان عنده الخنوس، كان عنده زلزولي، كان عنده اخوماش، خرج منهم احسن نسخه دازت في المنتخبات المغربيه. الفرجه والقتاليه ولاعبين اللي ما عمرهم كان عندهم ذاك الاداء الخيالي مع المنتخب الاول. منهم حكيمي افضل نسخه شفتها في الحكيمي الاولمبياد، زلزولي افضل نسخه ديال زلزولي شفتها الاولمبياد، العزوزي، اخوماش، الخنوس، عمري شفت الاداء ديالهم اللي لعبوه في الاولمبياد مع طارق سكيتيوي في المنتخب الاول. وتجي تقول لي انه المدرب عيان عطيه فريق واجي تفرج. راه الفريق اللي تعطالو راه ماشي الفريق اللي اختار، باش نكونوا واقعيين وختمنا نقرا ما بين السطور. هذا المدرب لعب كاس افريقيا، المحليين مضغوط، كان كيوجد مع لاعبين تلقى راسو بلاعبين واحد اخرين وكيلعب 3 دول وجاب الكاس. الان المنتخب المغربي كيلعب وداز للدور الثاني وكاينين فئه ما باغينوش يحرج وليد الركراكي بلقب. كلهم كيتمناو انهم يشوفوا طارق سكيتيوي منهزم باش ما يحرجش وليد الركراكي بلقب. وحنا مع الركراكي ومع طارق سكيتيوي لانه هو الاهم. المنتخب المغربي ماشي الشخص. المنتخب المغربي في كاس افريقيا اللي عندنا هنا كنتمناو ناخذوها في وسط بلادنا، ما كيهمش يكون وليد الركراكي يكون طارق سكيتيوي، المهم اللقب يبقى في البلاد. ولكن بعض الناس اللي هما كيشجعوا الطرق ديالهم وكيشجعوا او عبيد ديال بعض اللاعبين وبعض المدربين كيتمناو الهزيمه للمنتخب ديال الرديف اللي كيمثل المغاربه باغينو يخسر باش ما يحرش وليد الركراكي. للاسف حمد الله مغربي، تطرد ولا ما تطردش كيبقى مغربي، خصك تشجعو في وسط الدوره. منين تسالي الدوره انتقد كيف بغيتي، في وسط الدوره كاين تشجيع. ولكن الحمد لله ولينا كنعرفوا الاشخاص وكاينين في الراديو وكاينين في مواقع اللي كيعتبروا نفسهم انهم صحفيين محايدين وصحفيين اللي يبغيو المنتخب المغربي. ولينا كنشوفوهم وكنعرفوهم انهم كيتمناو الهزيمه للمنتخب المغربي حتى لا يتم احراج وليد الركراكي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.